ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو جديد، وزي ما باين في عنوان الفيديو، كرة نسائية في مصر كارثة. هل هي كارثة فعلا؟ وهل فعلا مكانهم المطبخ؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة دي. وانت اول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتابعني على حساباتي التانية هتلاقيها في الوصف، نزل عليها محتوى مختلف. وبس خلينا نبدأ. من الوهلة الأولى أنت هتقولي إن هي كارثية فعلا، ده طبيعي يعني. كارثية لأسباب، والسبب الأول إن أنت أصلا لما بتيجي تتفرج على الماتش بتلاقي أخطاء كارثية فعلا، أكنهم ما بيلعبوش كورة، يتخانقوا ويتضربوا. بعيدا عن الخناقات والضرب بيحصل حاجات تانية كتير. إحنا ما كناش نسمع عن كرة نسائية في مصر، سمعنا عن الكرة النسائية في مصر الفترة الأخيرة، وده لسبب إن دخول الأهلي والزمالك دخلوا في الدوري ده وعملوا فريق نسائي. بيكون الماتش شغال، اوقات كانوا بيطلعوا اعلانات في وسط الماتش عادي. دي حصلت قبل كده على قناه اون تايم سبورت. من ضمن الاسباب ان خلت الكوره في مصر كارثيه الهزائم بسكور عالي جدا. يعني مثلا فرقه تكسب 13-0 14-0 اكتر من كده كمان. مضايقات الجهاز الفني للاعبات. السؤال هنا بقى، هل الكوره النسائيه في مصر ممكن تنجح؟ والله انا من وجهه نظري هتنجح عادي، خصوصا اصلا ان بعض الفرق بتصرف وتجيب لاعبات من بلاد تانية. يعني على سبيل المثال الاهلي مثلا جايب مهاجمه احسن من بيرسي تاو حرفيا، نيجيريه، وتقريبا جابت اكتر من جون في ماتش واحد اللي هو ماتش الزمالك اللي هو الماتش الافتتاحي. وبيراميدز كذلك، ونوادي كتير بقى زي توت عنخ امون، وادي دجله، وغيرهم وغيرهم. كان فيديو صغير عن الكره النسائيه في مصر. انت بقى من وجهه نظرك شايف ان الكره في مصر كارثيه فعلا ومكانهم المطبخ، ولا الدوري ده هينجح؟ قول رأيك في الكومنتات تحت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبس، سلام.